السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال وفي حفظ الله دايما باذن الله. بصوا بقى، النهارده انا عملت لكم فينو الافراح، البيتي بان، الفينو العادي زي ما تحبوا تسموه سموه، بس هو في الاول وفي الاخر فهو حاجه كده ايه ولا ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا في الاول ايه؟ نص كيلو من الميه 500 جرام، عليهم 100 جرام سكر، 10 جرام ملح. تمام. كيسين خميره، بياخد خميره كتير. تمام. هنزل بالخميرة والسكر والمية على بعض ومعلقة دقيق. بعد كده هنزل عليهم بالدقيق، بس هي الفيديوهات اللي متلخبطة. تمام. هنزل عليهم بالدقيق، وبعد كده هنزل عليهم هلم العجينة، وبعد كده هنزل عليهم ب80 جرام من الزيت. 80 جرام من الزيت. معلش الحتة دي ممكن تكون ملخبطة شوية، ولكن انتوا لو قعدتوا ظبطوها هتلاقيها تمام معاكم. تمام. صلوا على النبي واذكروا الله الا بذكر الله وتطمئن القلوب. تمام. دي اللقطة اللي انا بقول لكم عليها، اللي انا حطيت السكر والملح والخميرة مع بعض، وحطيت عليهم معلقة كبيرة دقيق، وبعد كده قلبتهم من الكيلو. ماشي. وسبتهم لما يتفاعلوا مع بعضيهم، وبعد ما تفاعلوا مع بعضيهم قمت حاططهم وبعد كده رحت حاططهم على العجين، وبعد كده بقى لميتهم، وبعد كده حطيت عليهم الزيت. تمام. وصلت. اول ما تحطوا الزيت وتعجنوا شويه هتلاقوه عمل كده. ده طبيعي جدا، مفيش اي مشكله. هنفضل نلم في العجينه، هنلم في العجينه شويه. هو بيحتاج عجن، ولكن هو يستاهل ان انتوا تجربوا، ان انتوا اصلا تقعدوا كده وتعملوا مثلا حاجه في البيت. حاجه حلوه جدا، وبتحسس انا بالنسبه لي انا ذكريات. بالنسبه لي اي حاجه بعملها في البيت هي ذكريات بالنسبه لي، وبفرح كده لما بعمل حاجه في البيت. انا كمان عايز اي حد بيشوف الفيديوهات بتاعتي يقلدني. يعني انا واحد شغال، بعمل فيديوهات في وقت فراغي. انا يعني مش محتاج ان انا لايك او محتاج كومنت. طبعا بيشرفني الحاجات دي يعني، وبتزيدني شرف، بس انا بعمل حاجات عشان انا بحب التصوير، بحب ان انا انزل محتوى كده. فهمتوني؟ صلوا على النبي واذكروا الله. لمينا العجين وهنفضل نعجن فيه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. تمام. صلوا على النبي تاني. لا اله الا الله محمد عبد الله ورسوله. بالمناسبه انا اتربيت ان انا امي كانت زمان شغاله، كانت بتيجي الايام الاجازه بتاعتها كانت بتقعد تلمنا كده انا واخويا ونفضل نعمل حاجات وبتاع. فانا الحاجات دي بالنسبه لي بتفرحني وبتريحني نفسيا جدا من ضغوطات الشغل الاسبوع. بتريحني لما بعمل اي حاجه في البيت. فانتوا كمان جربوا اعملوا حاجه في البيت، حتى مش لازم ان هي تظبط معاكم. يعني انا هقول لكم على حاجه، انا ما بحبش انا الفيلم ده بعمله كل يوم في الشغل. ما بحبش شكله منظم. انا ما بحبش شكله منظم، انا بحبه كده شكل عشوائي كده، اللي هو بلدي كده، مش حاجه ستاندر يعني. فهمتوا؟ هنفضل نعجن في العجينة كويس جدا لحد ما تبقى ناعمة معانا اوي. بعد كده هنسيبها ترتاح 5 دقايق 3 دقايق. تمام. احنا مش عايزينها تخمر. تمام. احنا عايزينها ترتاح بس عشان العجينة ميبقاش لها عرق. صلوا على النبي واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. هبتدي افرد العجينة. انا عايز قطعة العجين تكون من 30 جرام ل 50 جرام، مش اكتر من كده. اكبر صباع فيه فيك يا بلد بيكون 50 جرام. تمام. انا بصراحه غلطت ان انا عندي ميزان، وقلت مش هقعد اوزن بقى وبتاع، انا كل يوم بعمله وعارف ومش عارف ايه. فعملته على الله كده، فما طلع كبير يعني، طلعت الواحده كبيره، فبدات اخد منها بعد كده. اذكروا الله وصلوا على النبي. لا اله الا الله اللهم صل على النبي. تمام. انا مسكته فردتها بس نص فرده كده، ربع فرده، ورحت لميت العجين زي ما انتوا شايفين كده. هنلم العجين معانا لمه كويسه جدا، ولازم نقفل العجين في المرحله دي عشان العجين ما يفكش مننا. تمام. برضو مش هنسيبه يخمر، احنا هنسيبه يرتاح دقيقتين 3 دقايق 4 دقايق بالكتير. يعني انا بخلص تقريص وببدأ ان انا اشتغل فيها عادي جدا. تمام. جبت صينيه ومسحتها تحت مسحه زيت بسيطه جدا عشان بس العجين ما يلزقش. انا مش محتاج زيت في الموضوع كله، مش محتاج زيت، بس هي مسحه بسيطه جدا لا تذكر، بس عشان ما تلزقش في الصينيه بتاعتي. تمام. هعمل العجين كله بالطريقه دي. امسكه واقرصه. لازم نقفل العجين كويس جدا من جوه عشان ما يفتحش معانا، عشان لو فتح معانا هنيجي نفرده مش هتلاقي الكوره كوره. تمام. عشان احنا بنحتاجه بيضاوي. بصوا، خدت كده حته العجينه فردتها على شكل بيضاوي، مش كوره او دايره، لا بيضاوي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معلش بس هقطع الفيديو. محتاج ان اي حد بيشوف الفيديو ده يدعيلي. يعني انا اول مره في حياتي اقول لكم شيروا الفيديو، عشان بس انا محتاج دعواتكم ودعوة ال40 غريب ان شاء الله مستجاب. فاتمنى ان كلكم تدعوا لي بظهر الغيب.
تمام. نرجع الفيديو بتاعنا، احنا بنعمل ايه؟ بنفرد العجينه بيضاوي وبعد كده بنتني تانية وبعد كده بنقفل كل ما نتني. هوريكم، هو ده الستاندر بتاعه. كل الفراغات دي كل الفراغات دي مفيش اي مشاكل، هو كده تمام اهو. عملناها الاول بايدينا بالنشابه بتاعتنا، النشابه دي او النشابه اللي هي العاديه مفيش مشاكل. عملناها شكل بيضاوي زي ما انتم شايفين. خدنا كده اول جزء اهو، بططناه ورحنا عاملين عليه جزء تاني وبعد كده دوسنا عليه عشان ايه؟ نطمره او مش عارف بتسموها ايه. تمام كده. البيتي بان بتاعنا او عيش اللي انا مسميه بيتي بان، هو اسمه بيتي بان، احنا في الشغل عندنا بيقولوا عليه بيتي بان. كده لميت الصباع معانا وهبدأ ان انا ارص. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بقول لكم ان هي طلعت كبيره فكنت باخد من كل واحد حته لان انا عايزه صغير مش عايزه كبير قوي. تمام. اللهم صل على النبي. انا برضو لما باجي اعمل الحركه دي مش عايزه رقيق قوي، يعني ما ترقوش قوي عشان يلحق يخمر ويبقى مظبوط معانا. تمام. اول واحده بنتنيها بعد كده بندور عليها، بنتنيها وندور عليها. تمام. صلوا على النبي واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله محمد عبد الله ورسوله. وبنقفل، واهم حاجه التقفيل، اهم حاجه التقفيل عشان خاطر ما يفكش مننا عشان ده لسه هيخش مرحله تخمير. تمام. اللهم صل على النبي. بصوا بقى ما شاء الله، هو ده الصاج الستاندر اللي عشان يطلع معانا فينو عادي. نأسف على بشاعة المنظر، من غير ما تبصوا كتير، احنا حطينا صينية في الفرن وحطينا عليها صينية تحتها مية بتغلي. هيطلع لكم بالظبط من نص ساعة، من 20 دقيقة لنص ساعة المنظر الجميل ده. هندهنه ايه؟ هندهنه شوية لبن ومعلقة زيت بس. هيطلع لنا ياخد 10 دقايق في الفرن وهيطلع لنا احلى فينو جميل طعم. مش هي يعني انا هقول لكم ان ده، انا بقول لكم ان ده شغلي بجد بجد بجد، حاجه لا توصف. انا اسف ان هو طبعا مش طالع ستاندر، بس انا عندي ازمه في الصور دي بعد اذنكم يعني، فراعوني معلش. ان هو انا المفروض ان انا كنت اعمله زي ما وريته لكم، ولكن انا ما عنديش ثواني كفايه ان انا اقعد اعمل كده. تمام. فانا اتصرفت وضيقته شويه ما بين بعضي، بس انا بالنسبه لي بحبه كده اصلا. اللهم صل على النبي. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، هو مش طويل بس ان شاء الله باذن الله يعجبكم وينال ارضاكم. وما شاء الله بجد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبس كده. بصوا الطراوه وكده بعد ما بات تاني يوم. بصوا الجمال ما شاء الله، اللهم بارك اللهم. وده اللي هو اللي كان في الجنب ده اللي انا كنت بعمله معاكم، طالع ستاندر قوي بس انا نسيت اصوره لكم. ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك، حاجه كده تستاهل بق كل متابع عندي ويصلي على النبي. سلام عليكم.